يا صباح الخير، ايه رأيكم نعمل النهاردة مع بعض المكرونة المحمرة بتاعت امهاتنا زمان الحلوة دي اللي كانوا بيعملوها لنا جنب حاجات كتير، البسيطة والسهلة والسريعة، ولا صلصات بقى ولا صوصات ولا الكلام ده خالص. يعني مفيش اسهل منها وبيبقى طعمها حلو جدا جنب الكفتة وممكن جنب البانيه. فيلا بقى يا حلوين، اللي مامته كانت بتعملها له زمان وحن للذكريات والايام الحلوة ما ينساش يعمل الخير النهاردة ويشترك في القناة ويدعمني باللايك والشير، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل ليكم كل الوصفات بطعم وريحة زمان وذكريات زمان والناس الحلوة، لان انا ابدا ابدا لا بنسى الايام ولا الناس بتاعت زمان. وتلاقوني كده دايما بجيب سيرتهم في فيديوهاتي علشان اخليكم كده تستعيدوا ذكريات حلوة. يمكن مسؤوليات الحياة وضغوطاتها شوية بتنساها لنا، بس على مين انا بقى باجي افكركم بيها علشان تبتسموا كده لما تفتكروها، وربنا يحلي ايامكم يا رب. يلا بقى نبدأ المكرونة اللي خلصت دي اصلا. في حلة على نار متوسطة وحطيت معلقتين كبار من السمنة البلدي ومعلقتين كبار من الزيت، وبعدين نزلت بكيس ونص كده من المكرونة، يعني 600 جرام كده. المهم ان احنا بقى هنقلب المكرونة دي مع السمنة والزيت كده باستمرار، يعني ما توقفيش تقليب خالص علشان المكرونة تاخد لون كده موحد، ما يبقاش فيه واحدة غامقة وواحدة فاتحة. ولما المكرونة تاخد لون فاتح كده شوية نزلت عليها بصلاية كده صغيرة متقطعة لقطع صغيرة وقلبتها مع المكرونة شوية. وعلشان انا ما عنديش مرقة فحطيت بقى مكعب من المرقة، وهظبط الملح، وحطيت معلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، وربع معلقة صغيرة من الحبهان، وحطيت كمان قرن فلفل حار علشان تكون سبايسي كده وطعمها حلو. وبس كده، ما بحطش توابل اكتر من كده علشان تكون المكرونه طعمها حلو. وهقلب المكرونه شويه مع التوابل والبصل، وبعدين هحط معلقتين كبار كده من صلصه الطماطم. لو ما عندكيش ما فيش مشكله، او لو عندك صلصه مكرونه مثلا في الفريزر او في التلاجة ممكن تحطي منها معلقتين، بتخلي المكرونه طعمها حلو جدا. وهتقلبيهم بقى مع بعض شويه كده في الصلصه، وبعدين هتغطي المكرونه يا بالمرقه يا بالميه السخنه. المهم ان يكون ارتفاع الميه فوق المكرونه على طول، يعني مش زي الرز، المكرونه بتاخد ميه اقل شويه علشان لو كترت الميه او المرقه المكرونه هتطلع معجنه. وهغطي بقى المكرونه وهسيبها تستوي على نار يعني فوق المتوسطه شويه، بين وقت للتاني كده هفتح الغطا اقلبها لغايه لما المكرونه تشرب المرقه، بس يكون فيها شويه صغيرين خالص من المرقه. وبعدين ههدي عليها النار وهسيبها ربع ساعه بس على نار هاديه، مش اكتر من كده، علشان زي ما قلت لكم المكرونه حساسه جدا وممكن تتهري بسرعه. وبس كده وخلصت معانا اسرع واحلى مكرونه. انتوا عارفين يا ولاد، والله انا ساعات بعملها كده لما اكون زهقانه ومش عايزه اعمل غدا مثلا، ممكن اعمل المكرونه دي واسلق جنبها بيض وبعتمدها كوجبة غدا. مش لازم يعني كل يوم لحمة وفراخ وسمك، لا يعني لازم تغيير شوية. وبس كده خلص معانا الغدا. واحب افكركم بقى تاني، مع ان الفيديو مش طويل يعني وملحقتوش تنسوا، بس معلش ما تنسوش لو سمحتوا تدعموني بالاشتراك في القناة واللايك والشير، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في